السلام عليكم، احلى ناس في الدنيا. يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير. وحشتوني جدا. طبعا لو ما تعرفنيش او ما شفتش القناه بتاعتي قبل كده او اول مره بتشوف فيديو من فيديوهاتي، فيا ريت دلوقتي حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو ان شاء الله ينزل جديد على القناه هنا او على القناه الثانيه. اشتركوا في القناه هنا. خلاص احنا 88,000 ان شاء الله، حاجه بسيطه هنبقى 100,000. طبعا المسابقه بتاعتنا لسه مستمره، ولو ما تعرفش حاجه عن المسابقه فانت كل اللي هتعمله باختصار ان انت تعمل لايك على الفيديو ده، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس، تتابع الفيديوهات الجديده، تتابع الاستوريهات اللي بتنزل على فيسبوك وعلى انستجرام، وتتابعني كمان على الاكونتات بتاعتي على تيك توك عشان تبقى واحد من اللي هيكسبوا معانا ان شاء الله. نختار 30 واحد من الفانز عندنا عشان يكسبوا جوائز حلوه جدا هتعجبكم وهتبقى ان شاء الله مفاجاه. ده مبدئيا. ثانيا، تاخد الحاجه دي سكرين شوت وتبعتها لي على فيسبوك عشان عدد الرسائل بيكون كبير جدا على انستجرام، فعلى فيسبوك الدنيا اهدى شويه. ويا ريت نوصل 10,000 متابع على صفحتي الشخصيه على فيسبوك. هتلاقوا الصفحه بتاعتي هنا، اكتب بس اسمي انس الديب في السيرش بتاع فيسبوك هيظهر لك صفحتي، تابعني هناك. بعتش طلب صداقه، اعمل متابعه عشان طلبات الصداقه عندي واقفه لان انا معدي الحد الاقصى، فتعمل متابعه على طول عشان اقدر اشوف الرساله بتاعتك. لازم اقول الكلام ده في اول الفيديو عشان بعد كده لو حصل اي حاجه مش هعرف اتكلم في الفيديو. فيا ريت يا ريت يا ريت تاخدوا الكلام ده بمحمل الجد عشان ما حدش بعد كده بعد ما اعلن النتيجه يقول لي انا كنت بعمل وما كسبتش. في ناس قالت لي ان اللي كان معايا في الفيديو اللي فات ده، لو ما شفتوش الفيديو اللي فات هتلاقوه على قناتي الثانيه، هسيب لكم اللينك من تحت، روحوا اتفرجوا عليه بعد كده رجعوا للفيديو ده. قالوا لي ان الشخص ده شبيه لاوزو وهو ممكن يكون شيطان او جن، وانا بصراحه ما اعرفش ازاي. انا اللي انا عارفه ان صاحبي مسافر، فما اعرفش ازاي ده ممكن يكون اوزو او ممكن يكون اوزو بس لسه الجن لابسه. فانا جيت هنا تاني في نفس المكان عشان اطلع العمل بتاع هيلا واحرقه واريح نفسي من الكلام ده، واشوف بقى لو في مغامره جديده اخشها واظبط شغلي اكتر واصور لكم ان شاء الله فيديوهات اكتر. فدلوقتي انا جيت هنا النهارده تاني بس عامل حسابي في كام حاجه. المره اللي فاتت هو على اخوانا كده خبطني وحسيت ان مخي وقف، الخبطه كانت قويه جدا. وطبعا كريم حاول يجري على قد ما يقدر عشان الكاميرا في ايده، مش عارف يعمل اي حاجه، طبعا بيصور. هو ده المكان اللي احنا كنا فيه المره اللي فاتت زي ما انتم شايفين كده. هو ده احنا كنا هنا كده تقريبا، وهو ظهر لنا من ورا البتاعه دي، من ورا الشجره دي. فهنخش كده ونتوكل على الله. طبعا لو اول مره تشوفونا هنا يا ريت تعملوا لايك دلوقتي حالا عشان يوصل لكم كل فيديو ان شاء الله ينزل جديد. يلا يا كريم وخد بالك يا حبيبي عشان ما يجيش من وراه. المكان هنا فاضي بشكل غريب. تعالى بقى نخش كده. بص في حفرة غريبة اهي. ايه ده؟ خد بالك خد بالك خد بالك. بص الحفرة دي، تعالى من هنا كده وكده. الحفرة دي ممكن يكون فيها حاجة، صح؟ زي مش عارف قماشه دي او ايه. تعالى بص كده. قماشة؟ ممكن يكون العمل بتاع هنا. فين؟ لا ده عنكبوت. هات خشبه كده كده طيب. بسم الله. بسم الله. هو راح فين؟ كان في ناس المرة اللي فاتت برضو كاتبالي كومنتات ان كان في حاجة عن نخلة، فلو حد فيكم لاحظ حاجة على نخلة دي ازازه يا ريت احنا ممكن نعمل كده. مفيش فيها حاجة دي. لو حد فيكم لاحظ حاجة على نخلة مش عارف. كان في كلاب بتجري حوالين. كلاب سودا. حاسس ان احنا هنلاقي العمل هنا ان شاء الله. خد بالك بس انا خايف لا يجي من ورانا زي المره اللي فاتت. هو بيظهر مره واحده غالبا، ده ممكن يكون جن على فكره او عفريت. بس يظهر في المكان ده يبقى المكان ده فيه حاجه. اكيد طبعا. عمال بس انا لو خدت العمل وحرقته خلاص كده.
خدت العمل وحرقته خلاص كده. لو شفتوا حاجة يا جماعة على النخلة ولا حاجة احنا مش شايفينها، يا ريت تفكرونا بالله عليكم في الكومنتات تحت، وتصوروها وخدوها وابعتوها على فيسبوك. اه انا حاسس البتاعة دي فيها حاجة، ممكن يكون نولع فيها. ايه رايك؟ نولع فيها. عاجبك بنزين؟ لا مش شرط بنزين. معاك ولاعة صح؟ ايه ده؟ ايه؟ وانا برضه سامع صوت بس قلت عادي ممكن يكون حد جنبينا ولا حاجة. تعالى كده. ايه ده؟ ايه اللي هناك دي؟ فين؟ مش عارف. ممكن تكون العمل؟ اصل في اعمال بتبقى فوق على الشجر كده بيبقى اسمه عمل هوائي، كل ما الهواء يخبط فيه. كل ما بيتفعل زياده. طب احنا ممكن نروح نشوفها. تعال نولع في البتاعة دي عشان لو هي برضو خلي بالك عشان لو هي اذي حد برضو ولا حاجة. تعال. هات الولاعة اللي معاك. انا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ هات علي كده. شكله بيدفن حاجة. يلا خلي بالك ظهر اما كده. تعالى بص. شكله بيدفن حاجة هنا. خدت بالك ان هو ظهر اما احنا ولعنا في البتاعة دي. لما احنا جبناها. اصبر كده هولع في البتاعة دي. ده جاي بيقدم. مش عايزة تولع. انس مش عايزة تولع. مش عايزة تولع. خد بالك يا كريم. لا تعالى بس خلي بالك. خد بالك. خد بالك. خد بالك. انت ايه؟ انت هتشتغل لنا بقى ولا ايه؟ هتشتغل لنا؟ خد بالك يلا. امشي. خد بالك. خد بالك يا كريم. حاول تولع في البتاعة دي. حاول تولع في البتاعة دي. خد بالك. خد بالك. خد بالك. خد. حاول تولع في البتاعة دي. جري.
جري. عمال اولع فيها ولع امها انا. هولعها هولعها. عمال تولع، عمال اولع فيها مش راضية تولع. جري. هات كده الولاعة. مش راضية تولع ليه؟ مش عارف. مش عايزة تولع. هات الولاعة كده الثانية. مش عايزة تولع. هات كده يمكن نولع انا وانت في ناحية، كل واحد يولع في ناحية. عايزين بنزين. مش عارفين نولعها يا جماعة. بس عملنا كذا حاجة عشان نعرف نولعها، مش عايزة تولع. مش عارف هي ايه، ولا ما هي شكلها قماشة عادية، بس مش عارف قلبي ليه مش مطمن لها، عايز اولعها. والشنطة اتقطعت. تعال نشوف كان ده فين، ايه هناك، والبتاعة دي ناخدها معانا نولعها. انا ممكن اخبيها هنا. ورا الشجرة دي. تعالى كده. خد بالك بس يكون بص علينا. نخبيها هنا ونعمل كده. كان بيدفن حاجة هنا. تمسك ده يا كريم معلش، خليها في ايدك. حاجة هنا. بيدفن ايه هنا بقى؟ في ايه هنا؟ مفيش حاجة. تصدق احنا ما دورناش في البتاعة دي؟ مش عارف. شكلها غريب قوي. حاسس برضو ان ممكن نلاقي حاجة هنا. حاجة هنا او هنا. ايه الحفرة دي؟ هنا مفيش حاجة، مفيش مكان اصلا نحط فيه. انا حاسس ان هنلاقي حاجة في الشجرة اللي هو كان سايبها هناك دي.